اخطر جاسوس مصري في عهد مبارك. الرئيس الامريكي جورج بوش الاب طلب من مبارك الافراج عنه، وكان عمل مظاهرات عشان الجاسوس ده في امريكا، لكن مبارك صدمهم بموقف مفاجئ. تبدا الحكايه سنه 1989 لما وقف المواطن المصري سامي ابراهيم فانوس قدام ضابط في امن الدوله، اللي وجه له اتهام واضح وصريح وقال له انت متهم بالتجسس لصالح دولة أجنبية على بلدك ونشر الإشاعات وتصوير أماكن حساسة تخص الجيش والداخلية في مصر. وقتها سامي فانوس رفض وانهار ونفى كل التهمات دي، لكن الضابط فضل يضغط عليه لغاية ما انهار سامي واضطر الضابط يرجعوا الحجز تاني. وفجأة وصلت برقية من السفارة الأمريكية لمبنى أمن الدولة بيطالب فيه القنصل الأمريكي بالإفراج الفوري عن سامي فانوس، وبيهدد بالتصعيد في حالة عدم الإفراج. وفي نفس الوقت أرسلت الخارجية الأمريكية نفس البرقية للرئيس مبارك، اللي استغرب من الضغط الأمريكي ووقتها خد قرار محدش يتوقعه. ملفات المخابرات المصرية نكمل حكاية الجاسوس سامي فانوس اللي منشورة التحقيقات فيها في أرشيف جريدة الأهرام بعدد سنة 1991، والحكاية تبدأ في محافظة سوهاج لما اتولد سامي فانوس سنة 1958. وكان من أسرة عادية جدا وبسيطة، وكان شاب متفوق وأهله بيصرفوا عليه وكان نفسهم يشوفوه حاجة كبيرة. وفعلا سامي ما خيبش ظنهم والتحق بكلية الطب، واتعرف في الجامعة على بنت زميلته اسمها فيفيان زكي، واتفقوا على الجواز بعد التخرج. لكن فيفيان قالت له احنا لازم نهاجر بره مصر، مستقبلنا كدكاترة افضل بره مصر. وفعلا اول ما اتخرج سامي جمع ورقه وخلص تجنيده وخد بعضه على السفارة الأمريكية وقدم أوراق الهجرة واترفض هناك، وقعد يقدم لمدة 3 سنين وكل شوية اترفض لغاية ما يأس. لكن في يوم حد من أصحابه قال له يا سامي ما تروح مكتب من مكاتب الهجرة تساعدك في السفر. وقعد سامي يدور على مكتب من المكاتب دي لغايه ما وصل لمكتب في المهندسين، وكان صاحب المكتب مصري ومعاه جنسيه امريكيه، وده اللي شجع سامي. صاحب المكتب ده اسمه ويليام، وراح سامي المكتب ولقى ويليام بيساله اسئله عن البلد وعن مهنته ومحافظته. كان سامي بيتكلم عادي لانه ما كانش شاكك في ويليام لانه في الاخر مصري، رغم ان الاسئله دي ملهاش دعوه بالهجره. ومشي سامي على اساس ان في ميعاد تاني هيتحدد عشان ينهي كل اجراءات الهجره، لانه فهم ان القعده دي كانت قعده تعارف. وفعلا رجع سامي تاني، بعدها كلمه على طول ويليام وقال له تعالى لي المكتب. واول ما راح سامي المكتب عرفه على زميله واسمه توني، وقال له ويليام ده سامي توني ده بيشتغل مندوب للسفاره الامريكيه في القاهره. لكن الحقيقه ما كانش توني، ده كان اسمه الحقيقي نيكولاس ادوارد، وكان بيشتغل ضابط في المخابرات الامريكيه، وكان داخل مصر على انه موظف في السفاره الامريكيه. وقعد توني يسال سامي اسئله معينه يعرف مدى قدره سامي على التنازلات. يعني مثلا قال له لو خدت الجنسيه الامريكيه تتنازل على المصريه ولا لا؟ طبعا سامي من غير تفكير وافق على طول. وبعد المقابله عدى اسبوع ورا التاني لغايه ما عدى 3 شهور، وسامي كل ما يكلم المكتب ويليام يقول له استنى بندرس ورق، لغايه ما لقى اتصال من توني اللي قال له تعالى لي فورا. وجاله المكتب وقال له بص يا سامي احنا عندنا جريده موجوده في القاهره اسمها جريده كايرو توداي. الجريده دي بتصدر باللغه الانجليزيه، انا عايزك بس تشتغل معانا تكتب لنا تقارير عن الاحداث اللي بتحصل، ترصد لينا اخبار مصر والازمات بين الامن والجماعات الاسلاميه، وهنوديك بعض المحافظات اللي عايزين منها تقارير بعينها، وترصد كمان لينا شعبيه الاخوان في البلد وتاثيرهم على الناس وبرضه في اماكن معينه، وكمان ترصد اخبار المسيحيين في مصر واماكن الفتنه الطائفيه. طبعا سامي اتبسط لما يعرف انه هيقبض $200. وقتها سامي قرر انه يتفرغ للشغلانه دي ويسيب الطب، وقعد 6 شهور يشتغل، وبقت اموره الماديه ممتازه، خاصه ان قبضه وصل ل $500. سامي وقتها اخذ اخوه الاصغر منه واسمه سمير يوسف ابراهيم الطالب في كليه الصيدله، واتفقوا مع بعض انه يشتغلوا في المجله دي عشان يوسعوا الشغل. لكن في الحقيقه انهم كانوا جواسيس من غير ما يعرفوا، لغايه ما حصلت احداث الامن المركزي. حكايه الاحداث دي ان بعض جنود الامن المركزي اتسرب لهم اشاعات ان الداخليه هتزود مده التجنيد الاجباري وهتخفض رواتبهم، فخرج الاف الجنود منهم في مظاهرات وخربوا اماكن كتير، لغايه ما نزل الجيش بقياده المشير ابو غزاله
سيطر على الوضع. وعلى الجانب التاني كان توني طلب من سامي انه يجيله فورا شقته في التحرير. واول ما جه سامي، توني قال له بص المره دي انا عايز منك تقرير كامل ومفصل وبالصور كمان عن الاحداث اللي بتحصل في البلد وخاصه في الصعيد، وعايز اعرف هل استغلت الجماعات دي الاحداث وسيطرت على الاقسام زي ما بنسمع، لانه وقتها ما كانش المعلومه سهله توصل له. وكان سامي بيتعامل ان ده عادي جدا لانه في الاخر مراسل لمجله اجنبيه. لكن لاول مره توني بيقول له بلاش يا سامي تسلمنا التقارير بشكل معلن، الوضع مش كويس. وقعد يقول له على طريقه سريه ازاي يسلم بيها التقارير. سامي وقتها استغرب، دي مش طريقه واحد شغال مراسل. حس توني ان سامي شك فيه، فلحقه وقال له بص التقارير دي احنا بنستفيد منها كامريكا، في اجهزه في امريكا زي المخابرات الامريكيه بتستفاد بالمعلومات دي، وده عشان رعايانا مش عشان يضر مصر، وانت عارف المخابرات المصريه ما بتتفهمش الطرق دي. سامي طبعا ما كانش عبيط وما صدقش الكلام ده، والاول مره يعرف انه حقيقه شغله اللي بقاله سنين فيها انه مش مراسل ولا حاجه، ده جاسوس في المخابرات الامريكيه. طبعا كان ده الفلوس وما يقدرش يرجع ورا، خاصه ان توني لحقه وقال له لازم تتعامل كمواطن امريكي في المستقبل، ده هيسهل ليك يا سامي اجراءات الهجره لما تحب تسافر وترجع حلمك القديم. طبعا سامي لما سمع كده قال له انا موافق اكمل الشغلانه بس بشرط امي وباقي اخواتي وخطيبتي يسافروا امريكا وانا اكمل معاكم الشغل. توني رفض وقال له امك ماشي واخواتك ماشي، لكن خطيبتك تفضل في مصر عشان يبقى في مبرر انك قاعد في مصر مخصوص، ومقابل ده هندي اسرتك الجنسيه وانت معاهم عشان كمان تعرف تتحرك بسهوله في اي بلد نوديك فيها. وسافر سامي واسرته في امريكا، وهناك خضع هو واخوه لاختبارات وتدريب ازاي يحصل على المعلومه، واتفقوا معاه على طريقه معقده جدا لارسال المعلومات. يكتب في ورق التقارير ويحط الورق ده في الزجاجه الداخليه لترمس الميه وبشكل ما حدش يكتشفه وبشكل معقد جدا. وكانت طريقه جديده ومعقده عشان لما يروح المطار ويسافر ما حدش يشك. فعلا سامي بدا ينزل مصر ويرجع بالمعلومات المطلوبه، يصور لهم معسكرات الامن المركزي والجيش ورصد معلومات معينه هم عايزينها وفي اماكن كتير، لغايه ما جت السنه اللي حصل فيها ازمه بين مصر ومكاتب منظمات التحرير الفلسطينيه، وكان وقتها حصل مشاكل بين المصريين والفلسطينيين. واتكلف سامي بمهمه خطيره جدا، انه ينزل في الاماكن اللي بيتواجد فيها الفلسطينيين في مصر، وهناك يرصد الاراء ويسخن الدنيا وينشر الشائعات. فعلا سامي نزل مصر عشان يعمل المهمه دي، لكن ظبط الجوازات لما فهم ان هو مواطن امريكي وحصل على الجنسيه الامريكيه استغرب جدا، لان سامي بينزل كتير جدا مصر على عكس العاده. المفروض ان هو يفضل كتير في امريكا في الفتره الاولى اللي بياخد فيها الجنسيه. كانت تحركات سامي مريبه للضابط ده اللي رفع تقرير الامن القومي اللي قعدوا يرصدوا سامي وتحركاته، واكتشفوا هما بيراقبوه انه بيقابل اعضاء كتير جدا من السفاره الامريكيه وفي تحركات غريبه ومريبه، واللي هو عمال يشتري اعداد كبيره من ترمس المياه السخنه، وكمان خطيبته اللي هو بيقول اللي نازل عشانها ما كانش متواجد معاه اصلا، ولقوه في اماكن حساسه عمال يتصور، وفعلا اتقبض عليه. وزي ما قلت لك سامي ما كانش مصدق انه هيقع بالشكل السهل ده، وبالضغط اعترف سامي على كل حاجه، وفضلت القضيه متدوره في المحاكم لغايه ما تولى الرئيس الامريكي جورج بوش الاب الحكم. فام سامي واسرته اللي في امريكا استغلت ده وارسلت بركات لجورج بوش تطالب بالافراج عن ابنها باعتباره مواطن امريكي. ووزير الخارجيه الامريكي كلف السفاره الامريكيه وقتها في مصر بالضغط على مبارك للافراج عن سامي باعتباره مواطن مصري. طبعا الكلام ما فضلش ساكت، قعد ينظم مظاهرات قدام السفاره المصريه في امريكا للافراج عن سامي. الغريب بقى ان الضغط ده على الرئيس مبارك ما جابش تاثير، اللي رفض اي ضغوط امريكيه واصر على محاكمه سامي، اللي خضع للمحاكمه واتحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وكمان اتحكم على اخوه غيابي بالسجن 10 سنوات نفس المده. وبكده اتقفل ملف القضيه تماما، ونجح الرئيس مبارك يوجه ضربه قويه جدا ضد امريكا بايقاع جاسوس محترف عندها، اللي نجح ينقل معلومات خطيره جدا عن مصر وعن اماكن مهمه تخص الامن والجيش ونشر الشائعات في اوقات حساسه. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان الحكم على سامي فانوس بالسجن 10 سنين كافي ولا كان يستحق عقوبه اكبر من كده؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وتابعونا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على تيك توك.